بكم من جديد، وبلتقي بعد الفاصل من المهندس عمرو عمار، المحلل الاستراتيجي ومؤلف كتاب الاحتلال المدني، أسرار 25 يناير والمارينز الأمريكي وما تم كشفه من عملاء الولايات المتحدة والكيان الصهيوني. أهلا بك يا باشمهندس. أهلا بك فندم. أهلا بحضرتك. احنا طبعا الكتاب ده انت كنت وعدني تجيب لي نسخه منه، بس قلت على الهوا ان النسخ كلها خلصت لدرجه ان نسختك انت الخاصه راحت منك. أنا في الحقيقة بقالي 4 أيام معيش نسخة. ان شاء الله، يعني يا ريت انت قلت في النسخه الجايه ان شاء الله. إن شاء الله هتبقى يوم السبت في منافذ بيع انا هنزل اشتري انا على طول، هنزل 10 نسخ. هنجيب لك إهداء يا فندم. ربنا يخليك. مهندس عمرو، يعني هنبدا دلوقتي. ايه دور حركه 6 ابريل فجماعة بتطبق أجندات خارجية، وطبيعة علاقتها مع الولايات المتحدة الأمريكية؟ بص حضرتك، يعني احنا عشان نتفهم حركة 6 ابريل نعم. لازم نروح لإضرابات غزل المحلة في عام 2008. بلدي على فكرة. بلد حضرتك. ال 6 ابريل ما كانش لسه في كيان اسمه 6 ابريل، ولكن كان في شخص اسمه احمد ماهر واسراء فتاح واحمد صلاح. نعم. بس خلينا نركز الاول على الاثنين دول، لان هم اللي عملوا قنوات الاتصال مع عمال غزل المحله، ووعدوهم ان هم بدل ما تبقى اضراب في المحله يبقى اضراب عام كامل في جمهوريه مصر العربيه، ووعدوا هؤلاء العمال بذلك. نعم. لما تروح لشهادات العمال بعد كده هتكتشف ان هم قالوا ان 6 ابريل تخلوا عنا في هذا اليوم واستخبوا تحت السراير. دي شهاداتهم في الحقيقه وانا قريتها يعني. ولكن هم كانوا اذكياء جدا على فكره في المحله خالص. ما هم ما حدش فيهم نزل، ما حدش نزل ولا حتى عمل اضراب في القاهره يعني. هو وقفوا ولا المنصوره ولا المحل شفناه. فهم في الحقيقه يعني استغلوا هذا الموقف. نعم. او هذا اليوم المحترم من مطالب نبيله لعمال غزل المحله. نعم. وركبوا على الموجه بالبلدي وطلعوا بحاجه اسمها حركه 6 ابريل. ليه اختاروا اليوم ده؟ لان هم دارسين علم اسمه علم البرمجه اللغويه العصبيه. يعني تملي لما هتيجي تقول 6 ابريل فيما بعد هتستدعي من الذاكره الذهنيه بتاعتك الصوره النبيله لحركه 6 ابريل اللي طلعت باهداف نبيله في المحله. نعم. رغم ان ما كانش ليها اي دور خالص. طيب ما علاقتها بالخارج؟ تروح حضرتك للبني التأسيسي بتاعه هتلاقيه بيتكلم في علاقته بالخارج، استخدم نفس علم البرمجة اللغوية العصبية اللي قدر من خلاله يستقطب الشباب في الجامعات من اسكندرية لأسوان. قال لهم في البني التأسيسي أنا الخارج لازم الأول نفتت كلمة الخارج ونديها تعريف، لأن هو العلم ده إزاي إنك تفرغ الكلمة من مضمونها وتعيد تعريفها بمسميات جديدة تخدم أهدافك أنت. نعم. فهو قال ان الخارج عباره عن حكومات وشعوب ومنظمات مجتمع مدني. نحن لا نتعامل مع حكومات، ولكن سنتعامل مع منظمات مجتمع مدني. نعم. بصرف النظر ان منظمات المجتمع المدني وقيادات 6 ابريل هي منظمات بتخدم اجنده CIA، هي منظمات كامل تمويلها تاتي من اللوبي الصهيوني، كامل تمويلها ياتي من جورج سوروس الملياردير اليهودي صاحب ثروه 99 مليار دولار، واتجاهاته كلها لخدمة الكيان الصهيوني واضحة والتاريخ كاتب عنها كتير. نعم. ولكن هل هم تعاملوا مع الحكومات طبقا للوعد اللي هم كتبوه في البيان التأسيسي لا نتعامل مع حكومات؟ هتكتشف حضرتك ان هو لما أسس حركته في ابريل 2008 كان في شهر اكتوبر من نفس العام، آسف في شهر ديسمبر من 3 إلى 5 ديسمبر 2012 كان في حضن البيت الأبيض وليس في حضن المنظمات المجتمع المدني. من 3 من 3 هو في الحقيقه كان في دراسات وتوصيات خرجت من مؤسسه راند عام 2008 تحدثت عن حركه كفايه التي تعمل تحت رعايه مكتب وزير الدفاع وهيئه الاركان المشتركه، والتي تتلقى الاوامر من وكاله الدفاع والمخابرات العسكريه الامريكيه. كفايه؟ حركه كفايه. التقرير ده ويليام انجد اللي عمل بيه بحث في فبراير 2011 ذكر فيه هذه المعلومه، وقال ان مراجع البحث بتاعته من مؤسسه راند. ومؤسسه راند هي التي تم تاسيسها عن طريق البنتاجون من القوات الجويه الامريكيه، وهي احدى مؤسسات اوعيه الفكر، هو المطبخ اللي بيرسم السياسات المستقبليه للولايات المتحده الامريكيه. وفي واحده اسمها ناديه عويدات هي حلقه الوصل ما بين كفايه وما بين البنتاجون من خلال هذا. مين اللي كان بيتكون من كفايه؟ يعني انا في كفايه لا ما فيش. بص حضرتك انا ما بحللش. انا بدي حقيقه قدامي بمستند رسمي
وبعرضه لحضرتك قدامك. اسماء انا ما عنديش اسماء، هو التقرير بتاع مؤسسه راند الدراسه بتاعته قايله الكلام ده، وويليام انجدل المؤرخ والصحفي الامريكي نشر البحث بتاعه واخذ من مؤسسه راند هذه المعلومه. تمام. نعم. لو حضرتك طبعا من حركه كفايه، انا طبعا في قيادات فيها مثلا زي الاستاذ عبد الحليم قنديل، انا اجل واحترمه جدا لانه وطني، بس يعني وبالتالي انا ببعت له يعني يمكن في الاول في بدايه كفايه، انما دلوقتي اعتقد انا في الحقيقه ببعت له كفاية رساله ملهاش من أي هنا، حاجة انا خالص. ببعت له رساله من هنا بوطنيته ان هو يفتش شويه ورا الحركه بتاعته يعني، لان انا برضو عندي تصريح من احمد صلاح نفسه داخل مركز بوش للديمقراطيه في عام 2011 بالصوت والصوره، تقدر حضرتك تدخل على قناه سي سبان 2 الامريكيه اللي بتذيع جلسات الكونجرس وهو واقف قدام كونداليزا رايس وقدام بوش في 2011 وبيشكرهم على دعمهم للحركه بتاعتنا في مصر عام 2004 2005. الحركه دي ايه هي اللي تاسست في 2004 2005؟ هل كان في حركه غير كفايه؟ لا، ما كانش في غير كفايه. طيب. فعلا وبالتالي نعود. بص انا مش قاعد مع حضرتك بحلل، انا قاعد بديك معلومات انا توصلت لها، وقائع دي حقيقه قدام حضرتك وعليك انك تدور وراها، وعلى الاستاذ عبد الحليم قنديل ان هو يفتش وراها. نعم. نرجع تاني لقيادات 6 ابريل. فمؤسسه راند في 2008 طبقا للدراسات طلعت دراسات او اسف توصيات بقى لحركه كفايه وللاداره الامريكيه، فقالت ان احنا ناخد هؤلاء الشباب ونبتدي ندربهم على النيو ميديا، ازاي تستخدم الفيسبوك والتويتر والياهو في 2008 اللي انا وانت ما كناش نعرف يعني ايه فيسبوك اصلا. كلنا لا واخد بال حضرتك. فده كان الشريط اللي قص او اسف المقص اللي قص شريط افتتاح مؤسسه اسمها الموفمنتس اورجانيزيشن. موفمنتس اورجانيزيشن المنظمه دي هم جابوا واحد اسمه جاريد كوهين وهو يبقى مدير اداره الافكار بجوجل، زميل وائل غنيم، جابوه اسس هذه المؤسسه، وجابوا دعا هو الولاد الامامير بتوع قيادات 6 ابريل لحضور مؤتمر او ورشه عمل في الفتره من 3 الى 5 ديسمبر 2008، يعني بعد 6 شهور من البيان التاسيسي بتاع 6 ابريل. ده اللي كان في صربيا ولا؟ لا احنا لسه ما رحناش صربيا. انا بودي لك ان هو من لحظه ما اسس الحركه بتاعته بعد 6 اشهر امريكا قالت له اهلا وسهلا بك اتفضل عندنا. طيب هل هذا المؤتمر هو مؤتمر؟ طبعا هم جابوا رعاة طبقا لتوصيات راند، لان التوصيات اللي كانت خارجه للاداره الامريكيه ان لازم نجيب شركات سبونسر او رعاة لهذا المؤتمر، فجابوا جوجل واليوتيوب وبيبسي طبعا واضح دور بيبسي في الموضوع يعني. فالشركات دي هي اللي كانت بتمول ورشه العمل في امريكا، وبالمناسبه هو اتعمل لها دوره تانية في مكسيكو سيتي في 2009 وفي لندن في 2010. طيب 3 دورات. الموفمنت اورجانيزيشن دي هي دعت الاثنين بتوع 6 ابريل وراحوا حضروا فعلا هناك الورشه، ومعاهم طبعا من الشباب العرب. مين اللي هو احمد صلاح بص هو الموقع التنفيذي بتاع هذه المنظمه لم تكشف عن الاسمين، ولكن في وثيقه ويكيليكس كشفت عن اسم منهم وهو احمد صلاح، والوثيقه دي بتاريخ 30/12/2008 يعني بعد 10 ايام او بعد 25 يوم او 22 يوم من هذا المؤتمر. هي ورشه عمل مش مؤتمر لان هي من 3 ل5 يعني في 3 ايام. وثيقه ويكيليكس كوبي تحدثت لما الولد احمد صلاح رجع مصر، تحدثت ان الامن الدوله قبض عليه في المطار واعتقل، وبعدين مسكوا معاه الشنطه اللي كان فيها جدول اعمال ولقاءاته مع الكونجرس الامريكي. تمام. ادي نمره واحد. اللي مش مصدق وثيقه ويكيليكس نقول له خلاص بلاها وثيقه ويكيليكس. طيب تروح بقى حضرتك لبحث تاني للمؤرخ الامريكي والباحث الامريكي توني كارتولوتشي، وده طبعا شخصيه معروفه جدا. هو في موقع جلوبال ريسيرش الكندي، وعمل بحث بتاريخ 28 فبراير 2011 بعد رحيل مبارك بحوالي اسبوعين. سمى البحث بتاعه او التقرير بتاعه مصنع جوجل للثورات تحالف حركات الشباب الاصدار الثاني من الثورات. خلاص، يعني ايه الكلام ده؟ الاصدار الثاني من الثورات. يعني ايه الكلام ده؟ لما نفتته نقول مصنع جوجل للثورات، المعروف دور جوجل في ثورات ما اطلق عليها الربيع العربي.
التحالف حركات الشباب هو اسم المؤتمر اللي الولاد دول طلعوا اتدربوا فيه بره. الاصدار الثاني من الثورات، الراجل توني كارتلوتشي بيقول لحضرتك ان ثورات الربيع العربي اللي انت فرحان بيها ما هي الا فيرجن نمبر 2 او الاصدار الثاني من الثورات الملونه اللي تم تفكيك اوروبا الشرقيه بيها. اللي هو الاخ محمد عادل لما طلع وقال لك احنا اتدربنا في الصرب على تفتيت التجربه الناجحه بتاعتهم ونقلها عندنا، اقول له اسف، لان دي مش تجربه ناجحه، دي تجربه فتتت كل الدول التي طالها الثورات الملونه في اوروبا الشرقيه. على فكره يا جماعه جهزوا لي الفيديو بتاع محمد عادل والنبي. وبالتالي توني كارتلوتش بقى لما نيجي نقرا جوه البحث بتاعه، احنا خلصنا العنوان وفهمناه، تعالى بقى شوف المفاجآت بقى والقنابل اللي داخل هذا البحث. الراجل بيقول لك ان الولاد دول لما راحوا حضروا هذا المؤتمر، لما تشوف المنخرطين في هذا المؤتمر تظهر لك الأجندة السوداء، هذا هو ترجمتها الحرفية. فقال تعال نشوف الأجندة السوداء دي مين. الولاد دول راحوا قابلوا طبقا لبحث توني كارتلوتشي، تقابلوا مع أعضاء من الخارجية الأمريكية، تقابلوا مع أعضاء من العلاقات الخارجية الأمريكية، مش منظمات مجتمع مدني، تقابلوا مع أعضاء حاليين وسابقين من CIA. هذا طبقا للبحث بتاع توني كارتلوتشي. وبالمناسبه وثيقه ويكليكس برضو كانت قالت يوم جمعه الغضب 8 اللي هي بتاريخ 8 فبراير. قالت لا مش 8 فبراير، 28 يناير جمعه الغضب. صح. في اليوم ده حضرتك وانت في ميدان التحرير كانت وثيقه ويكليكس فضحت الولاد الامامير وقالت ان هم طلعوا اتدربوا من 3 سنين، وقالت لك على هذا المؤتمر. وبالتالي الموفمنتس اورجانيزيشن اللي هي المتبنيه هؤلاء الشباب تاني يوم على طول ما قدرتش تكذب ونزلت على الموقع التنفيذي بتاعها ان فعلا هذه الوثيقه سليمه وان هؤلاء طلعوا واتدربوا في الفتره من الى. تمام. وعلى فكره الولاد دول ما كانوش موجودين في التحرير في اليوم ده، يعني لو تفتكر ولا في اي يوم يا فندم مقبوض عليه. لا حضرتك كل بتوع 6 ابريل دول كان في شقه في وسط البلد وحضرتك تعلم ده، كانوا قاعدين فيها، ينزل بالليل ياخد اللقطه بتاعته ويروح تاني ويسيب الشباب الطاهر في التحرير يتقتل. ده كان دور 6 ابريل يعني. فاذا انت قدام دلوقتي حقيقه لا تدعو مجال للشك ان هذه الحركه قادتها 6 ابريل خرجوا من اول يوم ارتموا في حضن الولايات المتحده الامريكيه. تروح لوثيقه ثانيه لسكوبي بتاريخ 8/1/2009 تتحدث بقى عن، لا اسف نرجع لنفس الوثيقه بتاعت سكوبي اللي هي قالت ان هو اتقبض عليه في المطار. قالت بقى هي في الوثيقه دي اسماء الاعضاء بتوع الكونجرس اللي الاخ احمد صلاح اتقابل معهم في هذا المؤتمر، السيناتور فلان الفلاني عن كذا، السيناتور فلان عن ولايه كذا، والوثيقه كانت فاضحه الدنيا يعني. تروح لوثيقه ثانيه في شهر فبراير 2009 وتحدثت السفيره سكوبي عن طلب احمد صلاح قيادة حركه 6 ابريل الى تمويل عام او تمويل خاص. اذا انت هنا ده طبقا للوثيقه وانا مترجمها في مكتب ترجمه معتمده عشان ما حدش هيقدر يطلع يشكك في هذه الترجمه. تمام. اذا انت قدام نقطتين، النقطه الاولانيه في البني التاسيس قال لا نتعامل مع الحكومات، واتضح من خلال بحث توني كارتلوتشي ومن خلال وثائق ويكليكس ان حضرته راح ارتمى جوه احضان CIA والحكومه الامريكيه والبيت الابيض. يبقى الموضوع هنا ما كانش موضوع ديمقراطيه بقى ولا موضوع، ده هنا في اجنده، والاجنده واضحه طبعا، واضحه للجميع يعني. نمره 2 ان هو في البيان التاسيسي بتاعه لما جه يتكلم على التمويلات قال احنا تمويلاتنا من اعضاء الحركه. تمام. طيب حضرتك يا معالي الباشا اديني. سكوبي قالت ده طلب تمويل لعام تمويل خاص. خلاص كده. طب اركن بقى خاص لنفسه بقى ولا عام خاص؟ ان هو قال عام او خاص. وفي وثيقه ثانيه قالت ان هو لما هيروح يتقابل مع هيلقي كلمه عن المؤتمر رقم 1303 اللي بيتحدث فيه عن علاقه الاسلام والعالم الاسلامي بالديمقراطيه، وهم طلب احمد صلاح يروح يحاضر او يدي كلمه ليه داخل الكونجرس الامريكي. دي طبقا للوثيقه. ولكن لما نيجي نرجع لقصه التمويلات هو قال اعضاء الحركه. انسى بقى الوثائق بتاعت ويكليكس خالص، انت بتقول لي تمويلاتك من اعضاء الحركه. طيب اذا كان اعضاء الحركه وهم شباب لسه في الجامعات، من المفترض ان هم انضموا الى هذه الحركه لتغيير نظام اوجد من البطاله ومن المعاناه لهؤلاء الشباب، وهم المفروض ان هم معهمش يعني حتى حق يعني مش يعني 2 جنيه حتى اللي يركب بيهم مواصلاتهم مش معاه. فانت هتجيب منين قيمه اشتراك العضويه بتاعتك في حركه 6 ابريل؟ فدي طبعا علامه استفهام كبرى اللي هو قدروا يضحكوا بيها على الراي العام في مصر. ولكن بقى في الحقيقه تعال روح
للاب الروحي بتاعهم اللي هو المدرب اللي كان دربهم في الصرب اللي محمد عادل اقر بيها، اللي هو اسمه طب قبل سيرجا. محمد عادل نشوف يا الفيديو ريت، بتاع يا ريت حضرتك. محمد عادل يا جماعه. It seemed like a brutal attack by representatives of the old Mubarak regime was actually a staged affair. It was intended for the national and international media. The message? Egypt is in a state of chaos. Provoked by these false attacks, demonstrators reacted with violence, and so the situation escalated. Always at the forefront, the members of the movement of the 6th of April, these men have been carefully trained for tenuous situations like this. Right from the start, the revolution consultants follow a specific strategy. A strategy developed by the Serbian UPTOR organization. The organization responsible for the downfall of the Serbian leader, Slobodan Milosevic. This strategy, successful in Serbia in the 90s, became a blueprint. It proved successful once again when used for the revolution in Egypt. UPTOR organized workshops in the outskirts of Cairo. In these workshops, we were trained in the art of peaceful resistance. We had to learn that the police are not our enemy, and that we must try to get them on our side. We had to impress people with the idea of non-violent resistance. قرب الأحداث الكبيرة زي 25 يناير واستقبال 2010 وأحداث خالد سعيد كان دعوات إن احنا نكتبها على الإنترنت والفيديوهات اللي احنا بننزلها على الإنترنت لكل الناس. The American author and Princeton University lecturer William Engdahl has written for over 30 years about Washington's secret geopolitics. He has established a widespread information network that extends deep into America's Secret Service. He is convinced UPTOR is not acting alone. The key actors in OPOR went on to create Canvas, as you mentioned, and operate in some 50 countries. They are simply following an agenda given them by people in Washington for regime change. They're using this deniability that they're simply idealistic young people from Serbia who did it successfully and are so happy about it they want to show the rest of the world. That's hardly a plausible explanation in my view. I think they're getting well financed by American intelligence services for doing this. And the target countries they target, like Egypt and most recently, and so are precisely the countries that are on the Pentagon agenda for destabilization and regime change. In New York, we are meeting again with Serda Popovic. We want to find out if the UPTOR University invited Popovic as a guest lecturer. The guest from Serbia enlightens the students on the truth behind the changes in the Middle East. Who was actually behind it all? Popovic himself knew for years, but only now he can talk about it publicly. This was not spontaneous 19-day revolution. Forget about the solution. This is, all a very shallow understanding of things that were there for a very long time. The young people of Arab world has awakened. اتفضل يا باشمهندس عمرو، علق لنا على الفيديو ده. شوف بقى حضرتك، احنا نعلق الاول على اخر جمله اتقالت في الفيديو ده. كان سيرجا بوبوفيتشي، وده المدرب بتاع الولاد بتوع 6 ابريل اللي هم طلعوا في بلجراد في الصرب اتدربوا عنده في ورش العمل بتاعه منظمه كانفاس بتاعته، اللي هي اصلا كانت حركه اطبر في الصرب اللي عملت الثوره واسقطت سلوبيدان ميلوسوفيتشي في سنه 2000. تمويل من CIA. وبعد ما نجحوا في اسقاطه، الولايات المتحده راحت واخده الاخ سيرجا ده وعملت له منظمه اسمها كانفاس، ودي اخطر منظمه في العالم كله. سيرجا بوبوفيتش هو الرئيس بتاعها، سلوبيدان ميلوسوفيتش في 2000 في الصرب. فكانفاس دي طبقا للي حضرتك شفته من شويه، الراجل ويليام انجدل ده هو اللي كان قاعد على الكرسي المتحرك، وهو ده اللي كتب في البحث بتاعه عن حركه كفايه. فالراجل ويليام انجدل قال لك ان منظمه كانفاس دي هي منظمه بتدور في فلك النظام العالمي الجديد طبقا لاجنده الحريه بتاعت بوش، وقال ان هذه المنظمه تتلقى تمويل سخي جدا من CIA لانها تعمل تحت اجنده CIA. سيرجا بوبوفيتش في نفس الفيلم قال ان احنا بندرب نشطاء في اكثر من 50 دوله على مستوى العالم.
تمام. نعم. ولما تروح لتوني كارتلوتشي اللي هو برضو اللي عمل الفيلم التسجيلي ده، قال ان هذه المنظمه هي بتشتغل طبقا للاجنده التي تريد في المناطق اللي الولايات المتحده تريد ان تغير من الانظمه الحاكمه فيها. نعم. راح سيرجا بوبوفيتشي للاخ وائل عادل بيعتبره الاب الروحي بتاعه، لان هو ده اللي فهمه وعلمه كل حاجه. سيرجا بوبوفيتشي في اخر الفيلم حضرتك شفته وهو في جامعه كولومبيا بيسالوه، بيقولوا له الاحداث اللي في مصر والثوره اللي في مصر دي ما تفهمنا ايه اللي بيحصل. فطبعا الراجل شاور لهم على شاور لهم على قبضه الايد بتاعته اللي هي بتاعت حركه اطبر اللي هو عاملها. وفي الحقيقه انا لما عملت سيرش او بحث شويه هي اللي هي بتاعت ابريل، فاحنا كلنا فاهمين ان هو واخدها من اطبر. طب اطبر واخدها منين؟ جايباها هو الشعار بتاع حركه قاخ اللي هي اليهوديه الارهابيه بتاعت سنه 1990. ارجع للشعار بتاعهم هتلاقيه هو حركه قبضة اليهودية، قاخ اليهوديه اللي هي عملت لك احداث الخليل ومجلس الامن طلعها صنفها كمنظمه ارهابيه، هي منظمه يهوديه. والمناسبه كان ليبرمان كان عضو فيها. تمام. فيكتور ليبرمان هو وزير الخارجيه الاسرائيلي. ففي الحقيقه هم لما سالوه السؤال ده، يا عم قول لنا الثوره دي ايه ظروفها احنا مش فاهمين حاجه. فالراجل قال لهم اللي فاكر ان احداث ال 18 يوم دي هي ثوره عفويه يبقى الكلام ده مش صح، انسوا هذا الوهم، هذه اشياء كان يحضر لها منذ سنوات طويله. ترتيبات طبعا. نعم. وبالتالي خلاص وضحت بقى ان اللي يقول لي ثوره عفويه وثوره بيضاء والكلام بقى اللي احنا شبعنا منه دي، خلاص الامور كلها وضحت وبقت باينه للشعب المصري كله. طيب نعم. سيرجا بوبوفيتشي ده انا ليه بنتكلم على الفيلم ده؟ عشان نشوف التمويلات دي قصتها ايه. عايزين نشوف محمد عادل بقى. التمويلات دي بقى قصتها. ما خلاص ما هو محمد عادل قدامك اهو بيقول انا متدرب في اطبر اللي هي قنفذ، واخد بالك. وجبنا ويليام انجد اللي هو بيقول ان قنفذ بتشتغل طبقا لاجنده CIA. خلاص الموضوع انتهى بقى خلاص. طيب فتروح بقى لسيرجا بوبوفيتشي فتكتشف ان هو عامل مناظره في 2012 في شهر اغسطس 2012 اللي فات في قناه دبي. جابوا الدكتور طارق رمضان وهو دكتور مصري بيحاضر في جامعه اكسفورد، وبالمناسبه هو حفيد حسن البنا. فالاثنين قعدوا مع بعض بقى صراع العمالقه، مناظره قدام المذيعه السوريه. فطبعا الراجل حسن البنا مسكه بقى طارق رمضان مسكه يعني مش عايز اقول لك اللي عملوا فيه. والتاني طبعا ما بيتكلمش غير في نفس المفردات اللغويه اللي احنا شبعنا منها، يا فندم والديمقراطيه والحريه والانتقال السلمي الديمقراطي، اللي هي المفردات اللي تعتبرها الذخيره الحيه لحروب الجيل الرابع اللي هم بيفتتوا بيها النهارده وبيقسموا بيها النهارده المنطقه بالكامل. فلما جاله على التمويلات قال له يا عم العيال اللي طلعوا عندك دول واتدربوا ما تقول لي فلوسهم جت منين يعني. قال له لا واحنا اعضاء الحركه وتمويلاتنا من اعضاء الحركه، ورجل اعمال عندنا اسمه سيرجي شيجوفيتشي نفس الفكره بتاعت ابريل اعضاء الحركه والدكتور ممدوح حمزه اللي كان بيمولهم. وبعد كده لما اكتشف حقيقتهم توقف وفضحهم بقى لما لقى الرؤيه. فنفس بص شوف كوبي من بعضهم كل نسخه واحده. تروح في الولد بتاع اوكرانيا اللي هو نظير سيرجا بوبوفيتشي في الثوره بتاعت اوكرانيا هتلاقيه بيقول نفس الكلمه برضه من اعضاء الحركه ورجل اعمال. الحدوته كلها واحده اللي فتتت اوروبا الشرقيه واللي جاري تفتيت منطقتنا بيها نفسها. المهم فالراجل اتخنق بقى منه طارق رمضان وما عرفش يطلع منه كلمه على التمويلات. فالمذيعه السوريه اللذيذه دي اللي هي كانت عمل معاها وزير الاعلام الاخواني اللقاء وقال لها الاسئله السخنه زي حضرتك يعني. فالست راحت بصله كده قالت له يعني يا استاذ سيرجا عايز تقول لي يعني ان 6 ابريل وكفايه لما طلعوا وركبوا طياره وراحوا لغايه بلجراد عندك وقعدوا في فندق ونزلوا على ورشه العمل بتاكسي عندك ورجعوا مفيش فلوس مفيش تمويلات. فالراجل طبعا مع الضحكه اللذيذه بتاعت هذه المذيعه فقال لها لا هو طبعا في فريدم هاوس مولت وفي منظمات اخرى مانحه مولت. واذا هنا طبعا طارق رمضان بقى رجع كده وراح على الكرسي وعمل كده وضحك بقى خلاص بانت الحدوته. لانك كنت اول مره تاخد اعتراف من هؤلاء الجيوش تحت الاستداع المارينز الامريكي اول مره يطلعوا من بقهم ان فريدم هاوس مولتهم. ودي كانت الغلطه الكبرى اللي وقع فيها سيرجا. الظاهر ان هي المذيعه برضه يعني فبالتالي انت هنا قدام تصريح من المدرب بتاعهم ان فريدم هاوس مولتهم. طب ما هي فريدم هاوس؟ يعني فريدم هاوس زي ما حضرتك عارف هي منظمه اتنشأت في 1941 قيل لمواجهه التعسف السوفيتي، ولكن هي في حقيقه الامر هي اللي فتت الاتحاد السوفيتي كله من خلال المنشقين اللي كان من ضمنهم سخاروف. وسخاروف لو تفتكر هي الجائزه
اللي الأستاذة أسماء محفوظ بعد الثورة المجيدة بتاعتها بتاعت 25 يناير طلعوها لبروكسل وأخدت جائزة سخروف اللي قيمتها 50,000 يورو، اللي هي بما توازي مصري نص مليون جنيه. هذه الأنثى العنكبوت التي خرجت على الشعب المصري يا فقراء واحنا لازم نغير النظام عشان نلاقي ناكل، طلعت اخذت نص مليون وضربتها لا مؤاخذه في جيبها، وطلعت اتجوزت وراحت على قعدت في الكويت. فين بقى حق الشعب المصري الغلبان؟ بص يا فندم، هذه الثوره استغلت معاناه الشعب واستغلت فقر الشعب والبطاله والعنوسه ومشاكل الشباب، واخد بال حضرتك، وفي الاخر من حصد هؤلاء المارينز الامريكي هم اللي طلعوا بره، خرجوا في بروكسل وراحوا تركيا وراحوا في امريكا وراحوا هنا وراحوا هنا وقطر لحصد الجوائز. حتى الاخ وائل غنيم اللي ادوا له تقريبا 200,000 يورو حاجه كده عشان يعمل كتاب عن الثوره، فين؟ خدهم وخلاص. فين؟ وكتاب ايه اللي ب 200,000 يورو ده يا استاذ يعني؟ واخد بال حضرتك؟ فده بيديك انديكيشن او بيدي لك رؤيه من هؤلاء. واخد بال حضرتك؟ هناك تمويلات ليهم حصلت ما قبل 25 يناير باعتراف سيرجا بوبوفيتشي، وهناك تمويلات ليهم بعد 25 يناير من خلال حصدهم للاموال التي تراكمت عليهم من الجوائز الدوليه اللي اخذوها، بما فيها حتى اسراء عبد الفتاح، ما طلعت اخذت بره جائزه شخصيه العام، مش عارف شخصيه العام على ايه في الحقيقه يعني. ويمكن تروح برضه حضرتك زي توكل كيرمان كده لما خدت جائزه نوبل كلهم واحد يا فندم. هو شوف حضرتك هي بس لله الحمد يعني في التوقيت ده هم طلعوهم بره عشان بيجهز لك قيادات المستقبل اللي هتحكم مصر. كانوا متخيلين هؤلاء الشباب هم اللي هيحكموا مصر بعد كده، ولكن مصر اكبر من كده بكتير، ومصر محروسه في القران يعني. الحمد لله الحمد لله. طب يعني 6 ابريل النهارده، هل يعني سفريات احمد ماهر اللي سافر فيها لامريكا واللي راح فيها لقطر ديت كانت لله وللوطن كده، رايح يدي محاضرات، راح 9 مرات امريكا وثلاث مش احمد ماهر بس، كتير جدا يعني، وكتير منهم. شوف حضرتك هو كان في برنامج انا طالع فيه مش فاكر، كانت سالت سؤال قال لي طب ما يمكن الولاد دول لما طلعوا يتدربوا بره بعفويه. لا سيبك بقى من حسابهم، خلاص ما احنا معانا الادله اهو خلاص يعني. وخلي بالك الادله دي غير قانونيه، عشان كده هو بالفم المليان كل ما بيتكلموا بيقول لك عندك حاجه روح قدمها للنائب العام، لان فريدم هاوس لما اخترقت بالمنظر ده اخترقت بموجب اتفاقات دوليه الجانب المصري مضى عليها، وده اللي خرج الدكتور سعد الدين ابراهيم في سنه 2000 براءه في حيثيات الحكم في الاستئناف، لما قال ان هو اشتغل طبقا للقانون والدستور وللاتفاقات الدوليه اللي مضى عليها الجانب المصري. واخد بال حضرتك؟ ولكن لما اجي ندخل مثلا على منظمه ند وهي التي بتمول فريدم هاوس، تكتشف بقى ان هذه المنظمه طبقا لاول رئيس ليها وهو اسمه الان واينشتاين، الراجل ده بعد ما فتته الاتحاد السوفيتي، فالواشنطن بوست في سنه 1991 بتاخد منه تصريح ايه يا عم الند بقى والجمال اللي انت عملته في الاتحاد السوفيتي. فالراجل بعفويه شديده جدا قال لهم ان المنظمه بتاعتي بتشتغل او بتعمل الانشطه في العلن اللي كانت CIA بتعملها من 25 سنه في الخفاء. فبالتالي انت قدام رئيس منظمه بيقول لك انا بشتغل طبقا للاجنده الامريكيه السريه، ولكن انا بشتغلها في العلن. ليه بيشتغلها في العلن؟ لان امريكا طبعا بتلعب لعبه حلوه قوي دلوقتي بقى لها ازيد من لحظه ما فتته الاتحاد السوفيتي، ان هو ابتدى يشتغل على المنظمات الغير حكوميه على اعتبار انها ما تقدرش تحاسب قانونا من الكونجرس الامريكي. طب معانا الدكتوره فاديه موريس عايزه تتكلم مع حضرتك. اهلا الو الو دكتوره فاديه. مساء الخير يا استاذ حمدي. مساء الخير يا دكتوره فاديه. مساء الخير يا باشمهندس عمرو عمار. اهلا بيك يا دكتور. اهلا بيك يا فندم. الصوت راح يا جماعه، وطي التلفزيون بعد اذنك بس. علي الصوت يا اهلا بيك. يعني طبعا حضرتك اوكي، حضرتك متحقق يعني هذا السرد طبعا يعني منهجي، وطبعا الكتاب محتاج يتقري من الغلاف للغلاف بالتأكيد. نعم. ولكن حضرتك الآن دلوقتي بتتكلم عن الثورة حاجة، وكل هذه الأطياف اللي اشتركت فيها شيء تاني خالص خالص يا باشمهندس. مظبوط. يعني احنا كنا موجودين والأستاذ حمدي كان موجود. نعم. وغيرنا 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 وكتل كبيرة جدا وجميع الأحزاب.
نعم. وكل النخب وما استجد ايضا من المعاناة والمطحونين، نعم. ومن هم تحت خط الجوع، ومن هم تحت خط الفقر. 40 سنة فساد اقتصادي وتعمد لإفقار الفقراء وتفتيت مظبوط. الطبقة المتوسطة دي طلعت. يعني ما ينفعش ابدا ان احنا نقول ان الثورة دي كانت خدعة. لا هي مع فليكن الدكتور هناك المهندس عمرو ما يقصدش كده يا دكتوره وليكن فاديه. دائما المخادعون، هو يقصد ان وهناك الناس دي المأمورون. شاركت في الثوره من خلال هذا الكلام. الثورة استحقاق مهم جدا جدا جدا، والشيء الوحيد اللي حصل في مصر منذ 40 عاما. صحيح. مظبوط يا دكتوره فاديه. بشكرك يا دكتوره فاديه. هو المهندس عمرو عمار يقصد ان المجموعه دي شاركت في الثوره لا بتمويل. لا حضرتك لا معلش يعني ارجوك سيبني انا ارد بعد اذن حضرتك. يعني شوف، هو انت كنت لازم تسالني تقول لي ليه الكتاب اسمه الاحتلال المدني. لان الاحتلال المدني ده هو حروب الجيل الرابع اللي هم فتتوا بها الاتحاد السوفيتي. نعم. خلاص، وهو اللي نقلها لك عندك هنا في المنطقه بتاعتك. الاحتلال المدني معناته ان انت حضرتك بدل ما بتدخل بالتدخل العسكري بالجيوش والدبابات والصواريخ، لا، في حدوته تانية انت استعدتها تجربه ناجحه اللي فاتت الاتحاد السوفيتي. نعم. اشتغل بيها عندك هنا في المنطقه. هذه هذه حروب الجيل الرابع لن تنجح الا باستغلال معاناه الشعوب. فهو بيدخل يستغل معاناه الشعب المصري من فقر وبطاله، كل الحاجات اللي الدكتوره قالتها واخد بالك حضرتك، بيستغلها كويس جدا عشان ينزلك بيها ال 25 يناير، ثم تظهر بقى الاجنده الحقيقيه للولايات المتحده الامريكيه. فاذا كنا بنقول في معاناه وفي ما فيش حد بيختلف بتاعي على الكلام ده. والشعب صار والشعب نزل ومفيش بس طبعا هم خلاص يعني احنا مش مختلفين على الكلام ده عظموا كله. الحاجات دي لا انا دقيق جدا في كلمتي. حضرتك هذه الثورات التي اطلق عليها الربيع العربي من تونس مسرح العمليات الى سوريا الان، جميعها تم تحضيرها منذ سنوات داخل CIA، وكل بالوثائق والمستندات تخلي الدكتوره تفتح من الكتاب من الجلده الى الجلده. امشي بثوره بتعليمات من ما احنا خلاص وضحنا دي. احنا وضحنا دي فندم. انا والله كلامي واضح. الشعب قلنا بيعاني في بطاله وفي حاجات نقول من هنا لبكره الصبح مش مختلفين. خلاص. ولكن من حرك جسم الثوره اللي هو الشعب. مين اللي حرك ده؟ يعني مثلا بعد 30 سنه حضرتك قاعد في بيتك قررت تلبس القميص وتنزل على التحرير، ولا في رأس الثوره اللي هو الوهم بقى اللي هو حرك هذا الجسم الى الشارع؟ يعني الشعب نزل عملها وائل غنيم طبعا الشعب نزل على سريته، نزل ليه اهداف نبيل عايز يحققها، ولكن كلنا خدعنا. لان في الاخر خالص لما تقول لي الثوره عشان الفقراء، خلاص طب ايه اللي حصل للفقراء بعد 25 يناير؟ هل طلعوا ولا ازدادوا فقرا؟ لا ازدادوا فقرا. طيب تقدر حضرتك تديني، تقدر بص حضرتك عشان نواجه المخطط لازم نواجه بعضينا صح. تقدر حضرتك تدي لي انجاز واحد ل 25 يناير حصلت حتى اليوم؟ لا ازاله مبارك ده الانجاز الوحيد يعني. استفدت منه ايه بقى؟ الفساد زاد اكتر. خلاص الفساد زاد اكتر. بص يا فندم نعم. ان مبارك يمشي مفيش مواطن مصري ما كانش يطمح في التغيير. انا نفسي من صح. 2010 كنت اطمح في التغيير لان اصبح نظام ما عندوش حاجه يقدمها، عايز حد دم جديد. الفساد زاد فقط لان جماعه الاخوان سيطرت على المشهد السياسي بمجرد زوال مبارك. طيب بص حضرتك يقتسموا الكعكه مع يعني برضو مع كامل تقديري للليبراليين، ولكن الاخوان المسلمين هم من صنعوا الثوره. واخد بالك عشان نبقى واضحين بقى ومحدش يقول لي الاخوان هم اللي سرقوا الثوره، لان الاخوان هم اللي عملوا لك اكاديميه التغيير في 2006 في لندن واتفتح لها فرع في 2009، وهم اللي جابوا الاولاد الليبراليين دربوهم جوه اكاديميه التغيير على علوم التغيير بتاعه جين شارب وعلى مشروع النهضه بتاعهم. ونزل البرادعي كان هو المنوط بربط شبكه التيار الليبرالي بالاسلامي جوه الجمعيه الوطنيه للتغيير، وحصل التحالف ما بينهم رغم اختلاف الايديولوجيات مع بعضهم. انا بعترض على كلمه الاخوان اللي صنعوا الثوره دي. لا الاخوان ما صنعوش الثوره دي يعني كل واحد بقى ليه وجهه نظره فيها. دي بقى حضرتك كل واحد ليه وجهه نظره فيها. ولكن انا حضرتك احنا كنا بنعد للثوره، كنا بنحرك الثوره. ايوه ما حدش يقول ان الاخوان كانت بتحرك. يا فندم بعد اذن حضرتك الاخوان كانوا موجودين في الجمعيه 28. مين اللي قال كده؟ ليه؟ طب حضرتك هو مش المرشد في اليوم 23 المرشد العام قال مش هنشارك في مظاهرات 25 ولكن الشباب بتاعنا لو عايز يشارك هو حر؟ قال كده ولا لا؟ والشباب بتاعهم كان يوم 25 موجود. لا خالص. لا خالص. طيب جايز. جايز انا حضرتك قدامي وثائق ومستندات بتقول ان الولايات المتحده الامريكيه
بلاش، روح حضرتك للتسريب بتاع جيمس ويلز رئيس المخابرات الاسبق في 2006 وهو قايل سوف نصنع اسلاما مناسبا لنا ثم ندعهم يصنعون ثوراتهم. مش يصنعون، لا، تعمل الاسلام مناسب له فعلا ثم ندعهم يصنعون ثوراتهم. انا ما بجيبش حاجه من عندي. لا انا ما بجيبش حاجه من الا عندي. بعد يوم 28. يوم 28. طب هو يوم 25 كان ثوره ولا كانت مظاهرات؟ لا كانت ثوره طبعا. والله؟ لا امال كانت متاكد؟ إيه؟ هي تم توصيفها ثوره امتى؟ بعد موقعة الجمل يا فندم. حضرتك كنت يوم 25 كنت تقدر تقول عليها ثوره ولا مظاهره؟ لا كنا بنقول عليها مظاهرات فعلا. مش كده؟ ما تمش توصيفها ثوره الا بعد موقعة الجمل. ما هو لسه كانت البدايه، وجود الاخوان، ما كانش حد عارف العدد جاي. طيب خلينا عشان ما نختلفش في النقطه دي. 2008 خلينا عشان ما نختلفش في النقطه دي، لان طبعا حضرتك من رموز الثوره، وطبعا انت كرجل وطني نزلت كان ليك اهداف نبيله. يعني انت ليك اهداف نبيله، انا مقدر هذا تماما، ولكن انا قدامي وثائق ومستندات لا تدعو مجال للشك ان هذه الثوره تم صناعتها بالكامل، ثورات الربيع العربي كلها. والا حضرتك اديني تفسير واحد لما تقول لي ان ثورات الربيع العربي البلاد اللي طالها نسيمها هي اللي الاخوان المسلمين طلعوا الى سده الحكم فيها، كما لو كان الاخوان هم اللي عندهم سق الديمقراطيه. عندك تفسير لده؟ طب عند حضرتك تفسير ان جاريد كوهين بتاع منظمه موفمنتس اللي اخذ الولاد محمد عادل والامامير دول، وهو كان متخيلين ان هو راجل ليبرالي زيهم. جاريد كوهين هو عامل مؤلفات وكتب على تحويل منهجيه المجاهدين الافغان الى مريدين للحريه والديمقراطيه، اللي هي الحدوته اللي طلع لك بها الاخوان في الحكم بعد ما شال عباءه الارهاب من عليهم وركب لهم اقنعه الديمقراطيه والمفردات اللغويه من حقوق الانسان وهكذا. يعني حتى وانت رايح تتدرب هناك المدرسين بتوعك كانوا سوري في اللفظ مكلفتينك، واخد بال حضرتك؟ فالحدوته ضخمه والحدوته كبيره والمخطط كبير قوي، واحنا خدعنا. انا مقدر تماما حضرتك نزلت ليك اهدافك النبيله، عايز تسقط نظام انت شايف ان هو كان فاسد، شايف ان هو كان عامل حاجات كتير. انا مش معترض على حضرتك في دي، ليك وجهه نظرك فيها وانا ليا وجهه نظري فيها، ولكن انا طالع لاخر دور في العماره اللي بتطل على ميدان التحرير، فشايف ميكروسكوب اوسع. حضرتك قاعد تحت شايف شعب بيعاني، انا واقف من فوق شايف مخطط مشروع الشرق الاوسط بالكامل، واعتقد هو ظهر النهارده للجميع. فاذا كنا عايزين نواجه هذا المشروع لازم نواجه نفسنا ونشوف هل احنا فعلا ركبونا بالبلدي كده واستغلونا ووصلوا لتنفيذ المشروع ولا لا. ده اللي احنا هنقول بقى فقراء. طب قول لي، طب بلاش، خلينا بقى نروح للولاد بتوع 6 ابريل تاني. والمنظمات الحقوقيه. هل بتوع 6 ابريل شفتهم يوم واحد عملوا مظاهره واحده على المعاناه بتوع الشعب اللي عايش في العشوائيات؟ مظاهره على اطفال الشوارع، مظاهره على كذا على كذا على كذا، مفيش. منظمات الحقوقيه على فكره، انا المهندس عمرو لقيته بيعتذر لي النهارده، يقول لي انا فاكر ان انت بتاخد منظمه حقوقيه وبتاخد تمويل في القضايا بتاعتك اللي انا برفعها. انا في الحقيقه اعتذر وانا بشكره. انا في الحقيقه طبعا ويعني اختبتك في يوم ما، وكنت متخيل انك كنت تثير في فلك المنظمات الحقوقيه التي تتمول. انا الحمد لله بقول للناس كلها، انا الحمد لله كل القضايا اللي بعملها بصرف عليها من جيبي الخاص، مفيش حد له جميل عليا اطلاقا، وما اشتغلتش مع ولا منظمه حقوقيه اللي بتاخد تمويلات ديت. انا ماليش علاقه بالكلام ده، كل القضايا بتاعتي من مالي الخاص. اتفضل يا باشمهندس. فبالتالي نرجع ل 6 ابريل والاشتراكيين الثوريين وشباب كفايه. انا نفسي اشوفهم في مره صنعوا حاجه لمصر بجد. مصر يعني شعب. صح. انت استغليت فقري وقلت لي انزل الشارع عشان نعمل ثوره، واتضح لي ان انت عميل امريكاني ومارينز امريكي بتنفذ اجنده. خلاص، هل انت بعد كده فقت لنفسك وابتديت تواجه الحكومه بالمشاكل الحقيقيه بتاعت هذا المجتمع؟ لا، هو بيواجه في المناطق السياسيه التي تسقط اعمده الدوله. ولما تروح بقى حضرتك للكتاب بتاع جين شارب، وهو الاب الروحي بتاعهم او سميه ربهم الاعلى، اللي هو كتابه من الديكتاتوريه للديمقراطيه. هذا الكتاب اللي تم تفتيت الكتله الشيوعيه بالكامل، كل الثورات الملونه حفظت تكتيكات هذا الكتاب عن ظهر قلب، وانطلقوا بها الى ميادينهم وعملوا الثورات الملونه وتقسمت، ثم اتجهوا بهذا الكتاب عند حضرتك في مصر. وده الكتاب اللي هم طلعوا اتدربوا عليه بره في الصرب وفي قنفس وفي تركيا وفي امريكا الجنوبيه، في كل حته. لما تيجي تخش على الصفحه رقم 40 من كتاب جين شارب بيقول ايه؟
على هؤلاء الشباب من اجل الدولارات وليس الشباب من اجل التغيير. بيقول لهم، ما انا مسمى ما دول شباب من اجل الدولارات، هم دول شباب من اجل التغيير يا فندم ولا؟ من أجل الدولارات. طيب تعالى بقى نشوف التعليمات اللي هي بتخليهم دائما جيوش تحت الاستدعاء موجودين لك في الشارع منتظرين تعليمات ربهم الاعلى، وده هيديك تفسير لاحداث الفتره المرحله الانتقاليه بتاعه المشير طنطاوي. صفحه 40 بيتكلم جين شارب معاهم، بيقول لهم ان انتوا يجب عليكم عدم تقبل اي نظام سياسي جديد او مصطلح سياسي جديد او معتنق ديني جديد، والرفض يكون على طول الخط لمجرد الخروج عن القانون والشرعيه. الجمله دي لو حضرتك فهمتها كويس، طبعا ده بيديك تعريف مبسط لكلمه الفوضى المنظمه، وهي كانت العنوان الرئيسي للمرحله الانتقاليه بتاعه المشير طنطاوي، ويفسر لك هم ليه رفضوا 19 مارس. اختلفنا اتفقنا بقى على المواد اللي كانت فيها اللي وصلت الاخوان للحكم، انما هو مش باصص في مواد، هو عنده تعليمات في الكتاب. يفسر لك عصام شرف اللي هو جابه ليه رفضه، يفسر لك ليه رفض جمال الجنزوري اللي هو جابه، يفسر لك هو ليه كان رافض اللجنه الانتخابيه، اللجنه الانتخابيه للرئاسه اللي هي راحوا بيها لموقعة العباسيه واحداث وزاره الدفاع لو تفتكر. كل هذه البرامج السياسيه على مدار فتره المشير طنطاوي، من هذه الفقره تقدر تفهم وتقرا الولاد دول واقفين في الشارع ليه، لان هو التعليمات بتاعته يظل رافض على طول الخط لمجرد الخروج عن القانون والشرعيه. الكلام ده لما عملوه مع بشار في البدايات خالص، اركن بقى يا حبيبي على جنب اللي اتدربت بره، لان السلاح طلع في سيناريو تاني، لان هناك عرقيه. وفي ليبيا لما الولاد بتوع ابريل نزلوا في ليبيا، نظيرهم في ليبيا نزلوا ما عادوش 3-4 ايام والسلاح طلع، لان في هناك قبليه. انما عند حضرتك هنا حضاره 7000 سنه، ومهما حاولوا لا هيعرفوا يفتتوا الشعب، لان ربنا ذكرنا في القران ونحن في رباط الى يوم الدين. طب هو سؤالي الاخير عشان الوقت خلص، بس ان شاء الله توعدنا بحلقه جديده تحت امرك يوم الخميس القادم. انت بتقول عندك الاثنين مش فاضي. عايز الدور اللي لعبه وائل عادل مؤسس اكاديميه التغيير في احداث محمد محمود. ده دور خطير جدا. بقى ليه؟ لان جين شارب بيتكلم في حرب اللاعنف، والمفروض ان هم اخذوا علوم جين شارب ودرسوها كمواد داخل اكاديميه التغيير من خلال محاضرات كانت بتبث على شبكه الانترنت. وبالتالي اسماء محفوظ قالت في احد القنوات في 2011 مع شهوه الانتصار بتاعتهم ان احنا اتدربنا في اكاديميه التغيير على قلب نظام الحكم. وبالتالي هنا لما تروح لاكاديميه التغيير، المؤسسين بتوعها هي بالمناسبه خرجت او اتاسست طبقا لتوصيات منتدى التغيير في قطر اللي حضروا من الجانب الامريكي بيل كلينتون وكونداليزا رايس، ومن الجانب القطري الشيخ موزة وحرمه الشيخة حمد. التوصيات اللي خرجت من هذا المنتدى ان قطر تشتغل على الجانب الاسلامي والامريكان يشتغلوا على الجانب الليبرالي بقى اللي هم الاشتراكيين وكفايه وابريل، وقطر هتشتغل على شباب الاخوان المسلمين. فاتفتحت اكاديميه التغيير اللي دخل تحت عباءتها شباب الاخوان. وفي 2009 راح شويه من الليبراليين منهم اسماء وهي اقرت بده مع شويه من 6 ابريل درسوا علوم التغيير من خلال اكاديميه التغيير. فالراجل بيتكلم عن حرب اللاعنف، وهو في الحقيقه جين شارب فعلا في كتبه ما بيقولش ان في حاجه اسمها عنف، ولكن جالك بيتر اكرمن بقى وهو التلميذ النجيب بتاعه اللي هو عمل رساله دكتوراه في سنه 70 وقال كيف للشعوب انها تتحرر من الطغاة دون اختيارات عسكريه. هو فعل تكتيكات جين شارب اللي هي بتعتمد على العصيان المدني الغندي، هو فعلها على الارض بقى بايه؟ باضرابات واعتصامات واحتجاجات، مرورا بحرق اللسام وفتح السجون وسرقه السلاح اللي هي احداث جمعه الغضب بتاعت حضرتك. دليلي ايه على الكلام ده؟ كان فيلم تسجيلي. عايز اخش على محمد محمود برضه. طيب ندخل بقى على اكاديميه التغيير. هم في الحقيقه بعد ما درسوا الموضوع في اول 18 يوم بالنسبه للولاد لا عنف، انت ظهر لك العنف بعد كده خلاص، بصرف النظر بقى عن العنف اللي عمله الاخوان في فتح السجون. انما الليبراليين دول ما كانش فيه عنف بالنسبه لهم في الحقيقه في 18 يوم، ولكن ظهر عنفهم مع احداث محمد محمود. ولاحظ بقى ان في اليوم ده ازاي بقى كان في قبل احداث محمد محمود كانت الثوره ما تسمى الثوره ساكنه في قلب ميدان التحرير. كان اول مره يطلعوا من ميدان التحرير على محمد محمود، تفتكر حضرتك؟ كان فاكر ليه؟ كان ساعتها اهالي الشهداء كانوا قاعدين معتصمين، دخلت الداخليه تفضهم، فحصلت الخناقه مع 6 ابريل خلاص كده. طيب في اليوم ده
لما اتفضت اكاديميه التغيير نزلت محاضره للولاد دولت على الانترنت على الموقع الرسمي بتاعها، قالت لهم وائل عادل بقى هو احد المؤسسين، بالمناسبه المؤسس الاول هو هشام مرسي وده جنسيته مصري بريطاني وهو يبقى جوز بنت القرضاوي، وفي 30 يناير اتقبض عليه والسفاره البريطانيه ضغطت وخرجوه. نعم. وائل عادل هو المؤسس الثالث بتاعه، هو المنوط بيه بقى القاء المحاضرات لان هو مؤلف لكتب زلزله العقول 1 و2 اللي هي البرمجه اللغويه العصبيه اللي شرحناها. ففي الحقيقه عمل لهم محاضره بيشرح لهم بقى ان هم عملوا معاكم كده في التحرير، احنا هنندمهم ونخليهم يترجوكم وترجعوا تشربوا شاي وقهوه تاني في التحرير. فانت يجب بقى انك تخرج من ثوره ساكنه الى ثوره متحركه، اخرج بقى واحتل ميادين اخرى واحتل منشآت هامه، وضرب لهم مثال بالمطار. وافتكر الدعوه في اليوم ده لما قالوا احنا هنروح نحتل المطار لو حضرتك فاكر، كانت بتعليمات من هذه الاكاديميه. بعديها بيومين طلعوا بقى محاضره في منتهى الخطوره. وائل عادل بصوته يمكن انا عرضتها في احد القنوات، قال للولاد دول في التحرير ولا يا فندم؟ عرضتها في التحرير ولا اعتقد مع الاستاذ ابراهيم حجازي على النهار، يعني مش فاكر في الحقيقه مع مين يعني. فقال لهم بقى المحاضره بتتكلم في ايه؟ متى تستخدم العنف؟ يا عم ده انت بتتكلم في حرب العنف. العنف. متى تستخدم العنف؟ امتى هتستخدمه؟ وانا مش ضد انك تستخدم العنف، بس امتى هتستخدمه؟ ومع مين؟ وضد مين؟ ومش ضد مين؟ وابتدى يشرح لهم الحدوته. طب ما نوع السلاح اللي انت هتمسكه في عنفك؟ امتى تمسك حجاره؟ امتى تمسك مولوتوف؟ امتى تمسك سلاح؟ وممكن تتحول ازاي لحرب اهليه؟ هذه المحاضرة من داخل أكاديمية التغيير بصوت وائل عادل تم رفعها على الانترنت بعد فض اعتصام أهالي الشهداء، ومن خلال هذه المحاضرة هم خرجوا لحضرتك راحوا لأحداث محمد محمود وكان في إيديهم علم مصر وفي الإيد الثانية المولوتوف. دي قصة أكاديمية التغيير اللي هي خانت بقى مبادئ جين شارب ودرست للعيال حرب العنف باستخدام العنف. وده بيفسر لك كل الاحداث بتاعه المشير طنطاوي اللي عايشه معانا لغايه النهارده، ليه ماسك يقول لك سلميه وهو ماسك في ايده مولوتوف ومصمم على كلمه سلميه. مصمم على سلميه. اكاديميه التغيير في الحقيقه هي بتعلن نفسها على الموقع، او هشام مرسي نفسه المؤسس بتاعها كان خرج في مداخله تليفونيه مع قناه خليجيه، والراجل بيقول له يا عم انت بتدرب ليه بتوع ابريل في مصر وبتوع وفاء في البحرين وفي تونس وهنا وهنا على قلب نظام الحكم في المنطقه؟ قال له لا انا بدربهم على كيفيه التحرر من العبوديه. كيفيه التحرر مش والموفمنتس اورجانيزيشن على الموقع الرسمي بتاعها بتقدم نفسها لحضرتك انها بتساعدك على التحرر. وجيمس ويلزي في التسريبات اللي انا قلتها قال من ضمن كلامه ان احنا هنقنع هذه الشعوب انها عايشه تحت العبوديه ثم ندعهم يصنعون ثوراتهم. فانت هنا قدام فكره اعاده انتاج الثورات العربيه من 1906 ل 17 اللي قسمتك باتفاقيه ساكس بيكو، لما وهموا الشعوب العربيه كلها ان هم تحت العبوديه، بيعيدوا انتاج نفس ما تم تقسيمنا بيه من اول وجديد، وكانما احنا شعوب ما بنقراش. صح. بشكرك يا باشمهندس عمرو. اشكرك يا فندم. بشكرك اعزائي المشاهدين. غاليه مصر ومهرها غالي، لكن الخاين ما عرفش قيمتها، رجعت لاهلها تاني. بشكركم اعزائي المشاهدين، وان شاء الله هنستكمل. طبعا الوقت النهارده كان قليل جدا، هنستكمل حلقه تانيه مع المهندس عمرو عمار ان شاء الله يوم الخميس القادم. استودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.